الكوميديين، الفنان الكوميدي أكرم حسني المعروف بسيد أبو حفيظة أجرى حوار من نوع خاص جدا مع مشجع جزائري. تعالوا نتابع نشوف أبو حفيظة بيعمل إيه. وفي انفراد جديد للإعلام المصري معنا على الهواء مباشرة كبير مشجعي الجزائر، صاحب أكبر عدد سوابق في تاريخ الجزائر، والمسؤول عن حشد هذا الكم الهائل من كلاب السكك وحسالة المجتمع الجزائري لتشجيع منتخبه. معنا على الهواء مباشرة السيد مأجور بن سفاح، مسجل نفس وسرقة بالإكراه وقتل عمد واتعدم مرتين قبل كده. اهلا بيك سيد مأجور بن سفاح. اسمع نقول لك لا سلام ولا كلام بيني وبينك. اسمع انت تترمي هنا وتقعد زي اللي في رجلك، ولما اسالك ترد، فاهم؟ قول لي ازاي يا ابني قدرت تجمع هذا الكم الهائل من المساجين وكلاب الشوارع وحسالة المجتمع الجزائري علشان ترهبوا بيهم اخواتكم المصريين في السودان؟ اسمع نقول لك سي تري فاسيل يا ابني اتكلم عربي، احنا عرب. Tu ne parles français؟ ايوه كده. سهل جدا انه تلاقي مجرمين وسفاحين بالجزائر. هذا بدايات التدريب عند الصبيان والشباب توعنا، انه صغير يتعلم كيف يقطع اصابيعه، اصابيع اخوه، تخت عين اخوه. يعني انتوا ارهابيين من وانتوا صغيرين؟ يا اخوي قول لي سيد مأجور، هل تعرضت لأي حادثة في الصغر أثرت عليك؟ يعني مثلا هل كنت بتتخبط وأنت صغير مثلا في السرير وأنت قايم تشرب؟ هل في أي حادثة من النوع ده أثرت عليك في الكبر؟ من البداية أنت تحاول استفزازي، ها؟ نعم تخبطت بالزيف وأنا صغير. كتير خبطني المدرس تاعي، كتير الدكتور خيطني الجرح، تخبطت بالزيف يا أخي. طيب سيد مأجور سيبك من العقد القديمة وخلينا نتكلم في الجديد. انتوا ادعيتوا ان انتوا عندكم الاتوبيس بتاعكم اتخبط عندنا في مصر وان كان في 8 من القتلى الجزائريين، هل عندكم اي دليل على الادعاءات دي؟ بالقطع لدينا، ويعكف الكثير من الجرافيك ديزاينرز الان على الصور الملفقه ووضع صور لعصابات الشوارع وتظبيط التمثيليه مفبركه علشان تقدموها للفيفا. نعم. طب قول لي سيد مأجور، ايه السبب ورا ان انتوا اشتريتوا كل الاسلحه البيضاء اللي موجوده في السودان قبل المباراه؟ السبب بسيط يا اخي، نتسنوا نقشروا برتقال، نقشروا البطيخ المصري للتسليه، وهذه طبعا تعليمات. ترمرموا انتوا يعني برتقال، انتوا رمرمين يعني. صحيح، هذه تعليمات السيد رمرامه رئيس الاتحاد بتاعكم اللي قال لكم هاتوا برتقال وقشروه بالسكاكين. صحيح. لكن ما كنتوش جايبين عشان ترهبوا المصريين ولا حاجه. لا نهائيا نحن لا ننوي ايذاء المصريين نهائيا. سيد مأجور بن سفاح، ازاي بتشوفوا نفسكم بعد ما شلتوا تذكرة التأهل للمونديال بإيد وإيد الثانية ملوثة بدم اخواتكم المصريين؟ مأجور، أنا لست فقط المأجور الوحيد بالجزائر. يبقى أيها المصريون أن نقول أننا نرفض العنف، نرفض التعصب، نرفض البلطجة، نرفض الهمجية، نرفض إهدار دم العروبة، نرفض الكذب والافتراء والادعاء، لكن في نفس الوقت احنا بنرفض الذل وبنرفض الإهانة وبنرفض إهدار كرامة أي مصري على وجه الأرض. وعشان كده سيد مأجور الشعب المصري محملني أمانة مش هتغلى عليكم أبدا. وفي النهاية أحب أقول لجريدة الشروخ الجزائرية واللي كانت سبب في الشرخ بيننا وبينكم إن إحنا عارفين كويس أوي مين اللي وراكم وأهدافهم إيه وعايزين يوصلوا بينا لفين، ومش هنسيبكم. يا غالية يا غالية يا غالية يا حبيبتي يا بلدي رايتك برضو عالية.